ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده اللانش البيتي بطريقه بسيطه جدا، بدون ولا لحمه ولا فراخ، بطريقه اقتصاديه الى حد ما. وفكره برضك جديده زي ما انتم شايفين كده. هعملها النهارده في علب الكنز، بدون بقى ولا استرتش بقى ولا ورقه زبده ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. زي ما انتم شايفين كده هتطلع معاكي النتيجه تحفه، هتنبهري بيها، وطعم ولون وشكل بقى فعلا مش هتفرقيه عن بره. بصوا زي ما انتم شايفين كده ناعم وكان حلو قوي ومرن كده وانت بتعمليه. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو شاركيه مع اي حد يحبك عشان الكل يستفيد. عايزه اقول لكم بجد طعمه وهمي والله، من وانتي بتعمليه هتشم ريحته. يلا بينا نسمي بالله. معايا بقى كده حله حطيت فيها نص كوبايه كده من الرز، واحط كمان عليها كوبايه كده من الميه، او على حسب ما يعني الرز يحتاج معاكي. هقلبها بقى واحطها كده على النار. عايزه الرز ده اللي هو يستوي تماما، يعجن، عايزاه يبقى معجن، مش فارق معايا، اهم حاجه يبقى مستوي تمام. لو عايز طبعا كوبايه غير الميه، يعني كوبايه زياده عن الميه حطيه. وحطيت كمان بقى بعد ما اسيبه ويبرد واحطه بقى في الخلاط. حطيت 4 بيضات، وحطيت 3 وحدات كده من الجبنه النستو، وحطيت كمان مكعبين من الماجي ده بطعم الفراخ. لو عايز تعمليه بطعم اللحمه طبعا دي حاجه ترجعلك. وحط كمان ربع معلقه من الملح، وربع معلقه من الفلفل الاسمر، وربع معلقه من الحبهان المطحون. باخد الحب بتاعه وابدا ان انا اطحنه. احط معلقه صغيره من الثوم بودره، معلقه صغيره بصل بودره، ومعلقه صغيره كمان من الكزبره الناشفه، ومعلقه صغيره من البابريكا. واحط كمان نص كوبايه كده من الزيت، زيت نباتي عادي. واخد بقى الكلام الحلو ده كله، هنبدا ان احنا نضربه كويس جدا جدا في الخلاط، عشان خاطر انا مش عايزه اي اثر خالص للرز، ويبقى الخليط معاكي ناعم وحلو. بعد ما ضربتهم كده ضربتين هحط بقى كمان عليهم معلقه من الكاتشب، وانزل عليهم كمان برشه كده من اللون الاحمر. ده متوفر عند اي حد بتاع عطار، عايزه اقوله بس عايزه بكميه صغيره، يعني انت بتاخدي رشه منه قوي صغيره. طبعا لو عندك هاند بلندر تقدري تشتغلي بيه، هيأدي نفس الغرض ونفس الغرض بتاع الخلاط. نبدأ بس ان احنا واحدة واحدة كده مع الخلاط عشان تسيسيه يعني. هو على فكرة خليط سهل ومش صعب معايا. زي ما انتم شايفين كده بدأت حطيت معلقتين كبار كده من النشا، بس حطيت نزلت معلقة ونص ورجعت نزلت بالنص التاني، لان انا ما كانش عندي نشا فاضطريت ان انا اجيب تاني. واحط كمان 4 معالق كبار من الدقيق، بس انا هنزل بالحاجة واحدة واحدة. لو حطيت معلقتين بدأت اضرب العجين بقى، الخليط معاكي بدأ اللي هو يتشربه، بدأت احط معلقتين دقيق تاني، وهضربهم وارجع احط اللي هم اخر معلقتين. يا رب ما اكونش طولت عليكم ومكونش انتوا تاخدوا مني. زي ما انا قلت لكم انا هحط معلقتين من النشا، 4 معالق كبار من الدقيق، بس كده. بس من كل مره يعني حطيها تدريجيا عشان الخليط معاكي يبقى ناعم وكله يتخلط كويس جدا. وانتي بتعملي كده برضك حاولي شوفي من الجوانب كده لو في اي دقيق ولا حاجه. زي ما انتم شايفين كده علب الكنز بدات ان انا جبتها وغسلتها كويس جدا من جوه، وفتحتها طبعا من فوق الاول. خدي بالك عشان بتبقى حاميه شويه. زي ما انتم شايفين كده الخليط كان ناعم وكان حلو قوي. وفكرة جديدة طبعا لو انا بقى مش عندي علب الكنز، عارفين العلب بتاعت برطمانات السمنة اللي هي الصاج دي، ابدأي خليها عندك لو انتي فضيتيها وهتكفي معاكي ما شاء الله كل الخليط ده. بدأت بس ان احط عليها ورق زبدة كده من فوق حتة صغيرة، وبدأت ان كمان اقفلها كويس جدا بين الفويل، عشان ربما يكون البتاع بتاعتها، الصاجة بتاعتها يعني من بره الكنزية تكون مخرمة او فيها اي حاجة. فانت حاولي قفليها كويس جدا عشان انا عايزاها تكون محكومة حلوة قوي. وناخدها بقى على حلة تكون فاضية، على حسب طبعا انت عايزة تكون حلة كبيرة عشان خاطر ما تكفي معاكي الكنزاية وتكون متغطية كويس قوي. ننزل بقى عليهم بمية سخنة، يعني تغطي كده ربع الكنزاية من تحت. هيقعد معاكي بالظبط ساعة الا ربع ويطلع معاكي احلى لانشون. عايزة اقولك اصلا وانت بتعمليه في الخلاط هتشم ريحة اللانشون والله حرفيا. نسيت اقول لكم بقى، وانتوا طبعا لو اي حد حابب اللي هو يحط له زيتون او يحط له فلفل اسمر، ابداي حطيه مع الخليط. وانت بعد ما تحطيه كده في الكنز ابداي حطي كده عشوائي، وابداي قلبيه كده بظهر معلقه او اي حاجه. يعني عايز تعمليه في الخلاط بعد ما يكون خلاص ضربتي خالص مفيش اي مشكله. ده لو حد انت حباه بالزيتون او بالفلفل الاسمر الحب. زي ما انتم شايفين كده كان ناعم، بس هو بدا بس وانا بشيل الكنز فهو اتجرح بس معايا بس. والله بجد كان طعمه حلو قوي. ما شاء الله الخليط بتاعه ناعم وكان تحفه. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.